عارفين جبل المقطم؟ الجبل الضخم اللي ساند ظهر القاهرة ومحاوطها من كل ناحية. تفتكروا لو قلتلكم إن الجبل ده من 1000 سنة اتحرك من مكانه ومشى في شوارع المحروسة كأنه إنسان؟ لا دي خرافة ولا حدوتة قبل النوم، دي حكاية هزت عرش مصر، وفيها تحدي كان هينتهي بمذبحة لولا ستر ربنا وراجل غلبان صنايعي شقيان. امسكوا أعصابكم عشان النهاردة هنحكي معجزة المقطم اللي خبتها كتب التاريخ وظهرت في المغارات. الحكاية بدأت أيام المعز لدين الله الفاطمي، الخليفة اللي بنى القاهرة، وكان عنده وزير اسمه يعقوب بن كلس. الراجل ده كان ذكي جدا، بس كان عاوز يوقع المسيحيين في فخ ملوش مخرج، فراح للخليفة وسخن دماغه وقاله: مش الإنجيل بتاعهم بيقول لو عندكم إيمان حقيقي تقدروا تنقلوا الجبال؟ طيب ما تخليهم يزيحوا جبل المقطم ده من مكانه، ولو معرفوش يشيلوه يبقى إيمانهم ضعيف ويبقى لينا كلام تاني معاهم. الخليفة عجبه الكلام وبعت جاب كبيرهم البابا وقالوا: قدامك 3 أيام يا الجبل يتنقل من مكانه، يا هعتبركم بتضحكوا علينا والكل هيتحاسب حساب عسير. البابا والناس قعدوا 3 أيام في صيام وصلاة وتضرع لربنا، وفي تالت يوم البابا شاف رؤية بتقوله: اخرج للشارع، أول واحد هتشوفه شايل جرة مية وعينه مفقوعة، هو ده اللي معاه السر. البابا جري ولقى سمعان الخراز، راجل بسيط جدا وشغال صنايعي بيصلح أحذية في الشارع وإيده شقيانة من الشغل. وسمعان لما عرف الحكاية قاله بمنتهى الهدوء: ولا تشيل هم يا ابونا، أنا هقف وراكم، بس طلبي الوحيد محدش يعرف إني موجود ولا اسمي يتجاب، وخلي الخليفة والناس يتفرجوا من بعيد. وهنا في أسرار مخبية لازم تعرفوها. سمعان ده ما كانش مجرد صنايعي، ده كان بياخد المية اللي بيشيلها في الجرة ويوزعها على بيوت الفقراء واللي مش بيقدروا يمشوا بالليل في السر عشان محدش يشوفه. ومن عفته ما كانش بيرضى ياخد مليم واحد زيادة عن تعبه. وفي يوم وهو بيصلح حذاء لست، عينه غدرت بيه وبص بتركيز، فخاف يعصي ربنا وقام فقع عينه بآلة الشغل اللي معاه المخراز عشان يمنع نفسه من الغلط. وطلعت الناس كلها عند الجبل، والخليفة والجيش واقفين مستنيين يشوفوا ايه اللي هيحصل. سمعان الخراز وقف ورا الناس ومحدش شايفه وقالهم: كل ما اسجد اسجدوا ورايا وقولوا يا رب ارحم. وفعلا سمعان سجد والناس سجدت وصوتهم هزوا المكان. وفجأة الأرض اتهزت والجبل سجد هو كمان وطلع لفوق بعيد عن الأرض. ومن شدة الرفع الناس شافت الشمس طالعة من تحت الجبل بجد. الخليفة المعز وقع من طوله من الخضة، وعمامته وقعت من على رأسه وقعد يصرخ: الله أكبر. الجبل اتمزع من مكانه يا ناس، ومن كتر خوفه أمر إن الجبل يرجع مكانه فوراً. والدليل اللي لسه محير العلماء لحد النهاردة إن صخور المقطم في الحتة دي بالذات تركيبها مختلف تماماً عن بقية الجبل، كأنها اتقطعت واتلحمت تاني بأسلوب مش طبيعي. والشرخ الكبير اللي في الجبل لسه شاهد على اللحظة اللي الجبل فيها فارق الأرض. والسر الأغرب إن سمعان لما الجبل رجع مكانه فص ملح وداب، والناس فضلت تدور عليه مئات السنين ومحدش عرف مكانه، لحد ما سنة 1991 وهم بيبنوا في المغارة لقوا الهيكل العظمي بتاعه ومعاه جرة المية بتاعته. والمفاجأة إن الجرة لما حللوها لقوا فخارها من العصر الفاطمي بالظبط، وكانت لسه سليمة كأنها معمولة النهاردة. وده أكبر دليل تاريخي إن الراجل ده كان موجود بجد، مش مجرد أسطورة. ومن الأسرار اللي ما يعرفهاش كتير إن الخليفة المعز من كتر ذهوله عرض على البابا أي طلب يطلبه، فرفض البابا ياخد فلوس وطلب بس إنه يرمم الكنائس المهدمة، وده اللي خلى شكل القاهرة يتغير في العصر ده. تفتكروا يا جماعة لسه في ناس بركة ومستخبية وسطنا زي سمعان؟ شاركوني رأيكم في الكومنتات، وعاوزاكم تدعموا القناة وتعملوا متابعة ولايك عشان عيلتنا تكبر والحكاوي اللي من النوع ده توصل لكل الناس والكل يستفيد من كنوز تاريخنا. وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان لسه في حكاوي كتير هتحيركم. سلام.